ضحك على مراته واستدرجها وقال لها عايزين نروح نزور والدتي، وهم راجعين خلص عليها. في ابشع من كده يا ناس؟ يلا بينا عشان احكي لكم التفاصيل كامله، بس يا ريت تعمل لايك وشير كتير للفيديو لان فيه كلمتين مهمين جدا اقسم بالله لازم تسمعوهم. فيلا بينا مع بعض نبدا الحكايه. الحكايه يا سيدي حصلت في محافظه الاسكندريه او تحديدا من كفر الدوار للاسكندريه. ان الست اللي قدامكم في الصوره دي عندها 28 سنه، اسمها ياسمين عصام. طبعا قبل اي حاجه ربنا يرحمها ويصبر اهلها على فراقها وربنا يغفر لها ويسامحها. الست ديت المفروض ان هي عايشه مع الشخص ده محمد للاسف شخص تحس ان هو كده ايه يعني غريب شويه، خصوصا لما تسمع الاعترافات بتاعته اللي هيقولها دلوقتي. محمد قال لها بقول لك ايه يلا بينا عشان نروح نزور والدتي في كفر الدوار، واخدها وراحوا ومعاهم طفله عمرها 1.5 سنة. طبعا راحوا وهم راجعين في الطريق السواق بيقول انا فاجئت ان في واحده ست ورا مني في العربيه عماله بتستغيث وبتصرخ، ببص ورا مني لقيتها سايحه في دمها. قام وقف العربيه بسرعه على الطريق الدولي ووقف يعني وجاب حد معاه ومسكوا الراجل ده وتحفظوا عليه لحد ما راحوا بيه القسم وسلموه. اعترافاته بقى بيقول ايه؟ بيقول ان هو عمل كده عشان خاطر بسبب خلافات عائليه، بسبب ان هو بيغير ان هي علاقتها مع اهلها كويسه جدا. واللي اغرب من كده هو اهلها اللي انا صراحه عايز اوجه لهم رساله، هم وغيرهم. اهلها بيقولوا انه ده حصل اكتر من مره، ان هو حاول اكتر من مره ان هو يعمل كده، واحنا كنا بنحاول نصلح ما بينهم في الخير. خير ايه حضرتك؟ طب ادي الخير اللي انتوا عملتوه. بنتكم للاسف اتوفت وهي حاضنه بنتها اللي هي عندها 1 سنة و4 شهور. يعني تخيل الموقف عامل ازاي؟ تخيل ده بني ادم عامل ازاي؟ انا مستغرب الصراحه. هو حتى لو مريض نفسي مش هيعمل كده. فطبعا انا بوجه رساله لاي حد، لاي راجل محترم بيخاف على بنته لو هي متزوجه وبنتك بتعاني من مشاكل وفي حيطه سد في الموضوع، اقطع العلاقه. ان ابغض الحلال عند ربنا الطلاق، بس في الحاله دي بنتي تبقى في بيتي معززه مكرمه، ولا حد يهينها ولا حد يبهدلها ولا حد يأذيها. صدقوني بجد احنا بقينا في ايام صعبه وجرائم القتل كترت، واغرب ما فيها ان انت ممكن تلاقي حاجات ومبررات محدش يتوقعها ولا يصدقها. فصدقني لو بنتك حتى عبء عليك في بيتك، لو هي هتعاني من ظروفها الصعبه دي في بيتك عشان خاطر بس ان انت يعني مش قادر تصرف عليها والكلام ده كله، بس لازم تسيب جوزها اللي هي مش قادره تكمل وتعيش معاه، لا انا من رايي الانفصال احسن عشان خاطر ما ترجعلكش وهي في تابوت. وبس كده تكون خلص الفيديو. ربنا يرحمها طبعا ويصبر اهلها ويرجع لها حقها من شخص مش عارف اقول عليه غير بس حسبي الله ونعم الوكيل. وسلام.